Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh wa wahaba lana ni'amahul katsiratan wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin alladzi jaa'a bidinil Islam liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qabla kulli syai' ayyuhal hadirina wal hadirati liuqaddimu ta'zimi wa ikrami ila al-mukarram al-fadil Abuya fil lampuh pala walid ma'abun fi bada Allahumma ighfir lahu. Ta'zimi wa ikrami ila al-mukarram al-fadil ayah fi banda asyik wa ahlihi. Ta'zimi wa ikrami ila ustazutina kiramah fid daris sa'adah wala tansa ta'zimi wa ikrami aidan ilal hadirina wal hadirati fi hadzal makanil mubarakah. Nashkuru syukran jazilan ala raisal jalasah على الفروضات التي أعطانها إلقاء الخطبة المنبر أمامكم تحت الموضوع الإسلام في عند الله. الإسلام هو دين الله تعالى الأخير وسمي معتنقوه مسلمين وقد علم الإسلام جميع المسلمين أن يكونوا مرتبطين بالله كما يكونوا محسنين إلى الناس. والإنسان الذكر هو الذي أرسل الله لتبليغ أوامره وتعاليمه سمي نبيا ورسولا. وقد أرسل الله لكل أمة رسل بعضهم مذكورون وبعضهم غير مذكورين في القرآن. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إخواني في الدين الرسل إخواني في الدين ومن بعد الرسل مذكور هو سيدنا موسى عليه السلام وكانت تعاليمهم مكتوبة في التوراة وسيدنا داود عليه السلام وكانت تعاليمهم مكتوبة في الزبور وسيدنا عيسى عليه السلام وكانت تعاليمهم مكتوبة في الإنجيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت تعاليمهم مكتوبة في القرآن الكريم. وتعاليم كل من الرسل مطابقة لأحوال أممهم. إخواني المسلمون الرسول السابقون أرسلهم الله تعالى مجتمعا معينا بينما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى جميع البشر في أنحاء الدنيا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس الإسلام كأديان الأخرى بل هو دين سهل وبسيط
الناس تأدية وتعاليمه أغنياؤهم وفقراؤهم وكذلك متعالمهم غير متعالمهم. إخواني المسلمون، الإسلام دين ينسجم مع العقول السليمة. الإسلام معتقد ديني، الإسلام منهاج الحياة، الإسلام قوة الحياة، الإسلام ثقافة دين المكية، الإسلام مصدر السلام والنجاة، الإسلام يشمل جميع النواحي الحياة. يجوز لك أن تختار أي منهج من مناهج الحياة شئت، ولا تنسى أن الإسلام أفضلها. ويجوز لك أيضا أن تختار واحدا من المعتقدات الموجودة في العالم، ولكن الإسلام أكملها. ويجوز لك أن تعتنق غير الإسلام دينا، ولكن الإسلام هو حق عند الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إخواني الطلبة، الإسلام هو خضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا نعتقد هو دار السلام. طيب، من خطبة آنفا والآن جاءني الوقت لأقدم لكم خلاصة من تلك الخطبة. الأول: الإسلام هو دين الله تعالى الأخير، وسمي معتنقه مسلمين. الثاني: ليس الإسلام كأديان الأخرى، بل هو دين سهل وبسيط. الثالث: يجوز لك أن تختار أي منهج من مناهج الحياة شئت، ولا تنسى أن الإسلام أفضلها. كفيت بهذا الكلام، شكرا على اهتمامكم، فهو الله تعالى. وأخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.